الأصدقاء، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم الكرة مع عزيز. مباراة النهاية ديال سان داونز والوداد عرفات بزاف ديال المسائل اللي خصنا نطرقوا لها وخصنا نتكلموا عليها. بداية غادي نتكلم على المستوى التنظيمي ديال النهائي. فالمستوى التنظيمي ديال النهائي في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء كان مستوى عالي ومستوى يشرف من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه الحكم ومن ناحيه بزاف ديال الامور اللي خاصنا نتكلموا من ناحيه يعني المستوى ديال المباراه كان في المستوى الذي يشرف كره القدم العربيه والافريقيه بالخصوص. فالمباراه العوده كانت عندها بزاف ديال المسائل اللي خاصنا نطرقوا لها، وهي يعني المستوى التنظيمي. فكان ملي كتشوف يعني حكم ديال المباراة، يعني 22 دقيقة كان ضاف في المباراة، يعني إجمالا المباراة كاملة وما تلعباتش، خصوصا 9 دقائق في الشوط الثاني اللي ما تلعبتش فيها ولا دقيقة واحدة، فاللاعب بقى واقفين حدا، يعني حدا خط التماس حتى سالت المباراة. يعني أمام الجميع، يعني أمام الفيفا، أمام بزاف ديال الأنظار اللي كانت كتفرج، كنت كتمنى على أنهم يشوفوا مباراة في مستوى دون أخطاء من هذا المستوى اللي هو بسيط وبسيط جدا. حكم يكون في المستوى اللي غيقود المباراة ويعطيها واحد مستوى رائع، ونشوفوا مجهود ديال اللاعبين في المستوى. هادشي ما كينقصش من قيمة فريق سان داونز اللي فريق قوي وكيملك لاعبين في المستوى، مستوى ديال المنتخبات الوطنيه او المنتخبات الافريقيه. العدد ديال اللاعبين بزاف اللي كيلعب في المنتخب ديالو كيشارك مع فريق سان داونز. فملي غادي نجيو نشوفوا يعني المنتخب ونشوفوا فريق الوداد الرياضي بالترسانه ديال اللاعبين اللي عنده، فكنشوفوا ان لاعبين لاعبين ما كيشاركوش مع المنتخب الوطني وما فارضينش الاسم ديالهم كلاعبين رسميين في المنتخب الوطني. فكتلقى بزاف ديال الحوايج اللي خاصنا نتكلموا عليها. فالمباراه ديال النهائيه عرفات يعني خوض، يعني مضطر المدرب عادل الرمزي على انه يقحم لاعبين ما عندهمش مباريات في رجليهم وما عندهمش مباريات من هذا المستوى، لا على مستوى البطوله الوطنيه. مثلا السرغات لاعب يعني عنده مستقبل ولاعب عنده امكانيات، ولكن ما لاعبش مباريات كبيره من هذا النوع، لا في البطوله الوطنيه ولا في عصبه الابطال الافريقيه. يعني تقحم في واحد الظرف، لانه خاصو يدير غيرتكب اخطاء اللي هي باقي ما وصلش لهذا المستوى ديال التركيز ديالو باش غادي يوصل التغطيه على اللاعبين ديال وسط الميدان، ولو انهم يخطئوا في الرجوع ديالهم يغطوا المساحات. فسبق علينا حذرنا يعني حذرنا في الحلقه اللي دازت، فحذرنا من لا زون 14 ومن الهالف سبيس. ولا شتي الاهداف اللي تسجلات من هذه المنطقه. فاللاعبين ما غاديش يكون عادل رمزي انه ما عطاش تعليمات على انها تتم التغطيه لهذه المنطقه، ولكن اللاعبين ما عندهمش القدره الذهنيه والاستعداد الذهني الجيد والعالي على انهم يبقاو مركزين طيله المقابله. فكنشوف بان حتى جبران يعني في البدايات ديالو مع فريق الوداد الرياضي، فلقى السعيدي ولقى اللاعب النقاش ولقى كذلك الكرتي اللي كانت عندهم واحد التجربه مع فريق الوداد الرياضي. وكما كنقولوا بلغه كره القدم شرب منهم جبران، وصل لهذا المستوى اللي حنا كنشوفوه الان. لاعب اللي كيسيطر على وسط الميدان، لا من ناحيه التنظيميه ولا من ناحيه التغطيه الدفاعيه ديال وسط الميدان ولا من ناحيه توجيه اللاعبين. فهذا الشيء اكتسبه من خلال التجربه اللي عنده. فحتى السرغات في المستقبل غتكون عنده واحد تجربه كبيره، وغتكون عنده انه يكون حتى هو قائد ديال وسط الميدان مستقبلا. فما خصناش نلوموا اللاعب، لان اللاعب الان في المراحل الاولى ديالو مع فريق الوداد الرياضي، وغيبقى يواجه نيس، غيبقى يواجه دائما بحال هاد المباريات اللي عاليه المستوى. فكنظن على ان اللاعبين يمكن اننا نقولوا خصنا، يعني خاص فريق الوداد الرياضي لاعبين اكثر، يعني لاعبين اكثر خصوصا في الهجوم وفي الدفاع. خاص لاعبين اللي غادي يحاولوا يساعدوا الفريق ويعطيو الامكانيه للمدرب على انه يعطي فرص لبعض اللاعبين في المباريات اللي غتخلي اللاعبين انهم من ناحيه اللياقه البدنيه يواجهوا بحال هذه المباراه باريحيه، وانهم يريح بعض اللاعبين ويريح بعض اللاعبين فاش يكون ديما مستوى ديال اللياقه البدنيه يكون ارفع ويكون على اتم الجاهزيه. فكنظن على ان
من ناحيه التكتيكيه غادي نتكلم على عادل الرمزي وعلى الاخطاء التكتيكيه اللي كانت خلال المباراه. فكما قلت، فحذرت من المنطقه اللي دائما فريق ساندوز جميع الهجمات ديالو كيعتمد عليها، وكيحاول انه يبقى يقلب عليها من خلال البناء من الخلف، ويبقى يفتح ثغرات في المناطق الحساسه والمناطق اللي خطيره جدا واللي كيعتمد عليها فريق ساندوز في التكتيك ديالو. فحسن المستوى ديالو ساندوز من الناحيه التكتيكيه، وكذلك من ناحيه اللاعبين، ومن ناحيه التركيز العالي اللي عند اللاعبين. فعنده ترسانه من اللاعبين، عندهم لاعبين وسط الميدان الاوند، يعني لاعب كبير صراحه، لاعب في المستوى. فكنظن العكس ديال فريق الوداد الرياضي، فإلا شفنا المستوى ديال جبران مقارنه مع السرغات ولا مقارنه مع اي لاعب كيلعب في المركز ديالو، فغنلقاو واحد الفارق كبير في العطاء. هذا الفريق ما خصوش يكون مستقبلا. ولا لقينا ثاني مشينا ثاني للهجوم، فكنلقاو واحد العقم هجومي ولاعبين يعني كيتميزوا نفس الامكانيات. لا الشرق البحري ولا الصامبو عندهم نفس الامكانيات، كيجيدوا الضربات الراسيه فقط لا شيء اخر. وخصنا يعني مهاجم من طينه اخرى، يعني كنقول كما كنقولوا بلغه كره القدم كيلعب برجليه اكثر من انه كيلعب على الكرات العاليه. فكذلك خصنا لاعب في جناح ايمن اللي يكون فعال ويكون سريع، ويحاول انه يعطي واحد الفرصه كبيره الفريق الوداد الرياضي على انه يخترق ويربح كرات ويخترق الدفاعات ديال الخصوم. فبالنسبه للدفاع، الا شفنا الدفاع فغادي نلقاو بان جميع المباريات لعبهم العملود وكذلك عطية الله اللي ما خداش الراحه من مونديال قطر لحد الان، ما خداش الراحه ديالو. كنلقاو هو اللي دائما كيلعب في نفس المباريات، والتركيز هذا كيقل التركيز ديالو، كتلقى كترتكب اخطاء اللي هي اخطاء راه كترتكبها يعني حتى في المونديال، ولكن كتلقى حتى في المونديال ارتكبتي اخطاء، ولكن لقيتي رومان سايس مجرب كيغطي على هاد الاخطاء. هذا ما كيقلش من المستوى ديال عطية الله، ولكن عطية الله راه خص يكون توازن في الفريق، توازن. الا كان لاعب شويه كيخطا وباقي ما جابش، يعني باقي ما جابش خداش ديك التجربه الكافيه انه يبدا ما يرتكبش بحال هاد الاخطاء، كتلقى لاعب كيجيد التغطيه وعنده تجربه كبيره، العكس ديال فريق الوداد الرياضي. فكون كان جبران ما غاديش يكون، يعني ما غيكونش هذا. كون كان جبران دابا وسط الميدان ما غاديش يرتكب هذه الاخطاء اللي هي تاكتيكيه، لانه كيوجه اللاعبين وديما كيفيق كما كنقولوا حنا كيفيق اللعابه. زيد انت ما ترجعش اللور بزاف، زيد راه كاين اورجو، راه كاين كيغطي على اللاعبين، كيحاول من الناحيه الذهنيه فكيفيق اللعاب. كنشوفوا ان عطية الله بقى متاخر، وكما كنقولوا هرس لورجو وخلى اللاعب يعني مشى مع اللاعب. وكنشوف الخط ديال الشروط فاتوا، ودار التغطيه يعني ما دارش التغطيه في المستوى، وتسجل على اثرها الهدف. عطية الله راه لاعب كبير وعنده قيمه كبيره في فريق الوداد الرياضي، خصو ينسى هذه المسائل وفكر في المباراه الجايه، ونحاولوا اننا نحل الان نخرجوا الفريق من هذه المسائل او من هذه المباراه، ونساو المباراه وفكروا بالمباريات الجايه، ونحاولوا نصلحوا الاخطاء ديالنا. الان خصنا نبركوا ونجلسوا ونريحوا ونشوفوا شنو هي الاخطاء وشنو هي المسائل اللي وقعنا فيها هو ما كاينش توازن في الفريق بالنسبه يعني لقيمه اللاعبين، فما كاينش توازن. فملي كتلقى لاعب في عمره 21 سنه وكيلعب معاك ثلث ساعه ولا نصف ساعه واللياقه البدنيه ديالك كتنزل لاقصى درجه، فهذا مشكل خاص يتم العلاج ديالو. العلاج ديالو هو ان يكون تكون واحد المراقبه لهاد اللاعبين، وتكون واحد يعني تكون كما كنقولوا تكون تدرب الفريق. خاص اللعابه يكونوا كاملين على اتم الجاهزيه، لا اللي كيلعبوا ولا اللي كيكونوا في كرسي الاحتياط. هذا هو الفريق اللي كيكون كنقولوا عليه متكامل. فالوداد قدم واحد المستوى اكثر من رائع في طيله المباراه، شرف الكره المغربيه، وكان هو الممثل الوحيد لكره القدم الوطنيه في هذا الدوري. إلا شفنا فريق الجيش الملكي فهو الفائز في البطوله، ولكن على مستوى الدولي فتم الاقصاء ديالو يعني في الدور الاول، وما مشاش حتى للمجموعات.
فعلاش؟ لان اللاعبين باقيين ما مجربينش، يعني باقي اللاعبين ما جربوش بحال هاد المباريات، فهي كتبان عليهم كبيره. خاص مثلا الجيش الملكي خصو يعاود يشارك ويعاود يقحم اللاعبين ويصلح الاخطاء ديالو ويبقى خدام. ما تقولش بانني صافي راه تقصيت، راه انا فريق ضعيف، لا نزيد نخدم باش نوصل لهذا المستوى. راه سان داونز راه استافدوا بزاف من المباريات اللي كانوا كيلعبوا مع فريق الوداد الرياضي وكيتقصاو، استافدوا بزاف من الاخطاء ديالهم وصلحوها. فما تبداش تبدل في الفرقه وبدا تغير وتهرس الفرقه كما كنقولوا. خلي الخدمه ونصلحوا الاخطاء ديالنا، نجيبوا ناس مختصين اللي غادي يدرسوا الاخطاء ديالنا، وغادي نحاولوا اننا نعالجوها باش المستوى ديالنا يرتفع. الفريق الجمهور ديالو خاص يكون مساند الفريق، لا المدرب ولا اللاعبين. فالكل عادل الرمزي على الاخطاء التكتيكيه. فالاخطاء التكتيكيه هو طلب من شي لعاب، طلب من اللعابه من شي حاجه اللي ما قادينش يديروها اللعابه. فكتلقى اللعاب باقي ما وصلش ديك المرحله انه يكون مركز حتى لهذ الدرجه، فما كاين ليش غنلوموا هذا ولا نلوموا الاخر. فالفار يعني راه الاخطاء راه مشتركه، راه فيها بزاف ديال الاشياء خاصها تتبدل وخاصها يعني تصلح مع مرور الوقت. يعني اللاعبين اللي تنجيبو خاصها تكون استشاره ما بين المدرب وما بين الطاقم التقني. عاد نجيبو لعاب، ماشي نجيبو الرئيس كيجيب لعاب كيفرضوا على المدرب ما موافقش عليه، فكيلعب بداكشي اللي عنده المدرب اللي مؤهل اللي كيبان لي احسن راه كيلعبوا. وهذه هي. انا ما كنامنش بهذه المساله ديال هذا لاعب ولا اللاعب كيتطور الاداء ديالو حسب المباريات. الا لعبتي المباريات ديال البطوله فكيبقى المستوى ديالك محصور في البطولات الوطنيه. ولكن لعبتي على مستوى المنتخب الوطني فالاداء ديالك كيتحسن وكيتحسن بزاف، وبحال هذه المباريات كتجيك عاديه. دابا لو ان مثلا غير السرغات كيلعب عنده مباريات دوليه مع المنتخب الوطني ما غتلقاش في هذا المستوى، لان غتلقى غيبانوا لي هذه المباريات عاديه وغيكون التركيز ديالو عالي وعالي جدا. لهذا خاص الانسان، خاص الجمهور الكريم يعترف بزاف ديال الحوايج ويحاول تصلح هاد الحوايج. فالمستوى ديال عادل الرمزي مع الوداد غادي كيتحسن من احسن الى احسن. فإلا قارنا المستوى ديال فريق الوداد الرياضي منذ مجيء عادل الرمزي الى الان فغتلقى المستوى ارتفع بشكل كبير وبشكل واضح. لهذا فهاد الاخطاء خصنا نصلحوها، ما نبقاوش نهبطوا يدينا ونقولوا صافي راه هذا نحيدوا المدرب ونقلبوا على شي حوايج اللي انها غتهرس الفرقه. فنكملوا على العمل ديالنا ونحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه. وشكرا.